يا اهلا بيكم فيلمنا النهارده دراما ورومانسي. وقبل ما نبدا الفيلم ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا نبدا الفيلم. يبدا الفيلم مع واحده اسمها مادي اللي بتتصدم لما بتشوف موظف البلديه قدام بيتها علشان عايز يسحب العربيه بتاعتها، ده لانها متاخره في دفع الضرايب. وبيظهر كمان الموظف كان علاقه قبل كده بمادي، متضايق منها جدا بسبب انها اختفت فجاه من حياته، لكن هي بتكذب عليه وبتعرفه انها هربت عشان خافت تتعلق بيه او انها طول الوقت بتفتكره وبتفتقده. هو بيتبسط الموظف من كلامها وبيصدقها لحد ما بيشوف واحد خارج من بره بيتها وبيعرف انها كانت بتكذب عليه علشان عايزاه يسيب العربيه. فبتكذب مادي تاني وبتقول له ان الشاب يبقى ابن عمها من ايطاليا، لكن الموظف مش بيصدقها وبياخد العربيه وبيمشي. فبتتعصب مادي عليه وبتقول له انها بعدت عنه علشان الراجل متردد. وبعدها بتروح مادي للشغل وبتشوف العربيه بتاعتها بالصدفه في الطريق، وبتفرح جدا لما بتعرف تفتحها بالمفتاح بتاعها. وبتستغل مادي فرصه ان الموظف في المطعم وبتقرر انها تسرق العربيه، لكنها بتفشل وبيشوفها الموظف تاني وبيرجع ياخد العربيه. وبعدها بتروح تاني للقسم والمحامي بيعرفها ان لازم تتعلم تتحكم في غضبها، وده لانها تفقد الرخصه بتاعتها لو جالها اي مخالفه تاني. لكن مادة بتعرفه ان الرخصه ملهاش اي قيمه طول ما هي مش بتسوق، وكمان بتفهمه انها مش هتسيب والدتها. فالمحامي بيعرفها ان لازم تدفع الضرايب وان معاها مهله لحد اول سبتمبر بس. فمادة بتتعصب وبتشتم في الاغنياء، وده لانهم عايزين يستولوا على كل البيوت اللي في المدينه. كمان بتعرفه انها مش هتعرف تسدد فلوس الضرايب دي خالص من غير العربيه، لانها بتشتغل عليها اوبر وبتجيب منها فلوس كتير. ولما بترجع مادة للشغل بتتعصب على واحد بسبب انه غني وصاحبه المكان بتدافع عنها، وبتعرف الراجل ان هي شغاله هنا علشان مريضه بس. وبعد ما الزبون بيمشي صاحبة المكان بتلومها وبتعرفها انها ما ينفعش تعمل كده مع الزباين، لان هم اللي بيدوهم الفلوس اللي بيدفعوا بيها ضرايب الكهرباء. لكن ماذا بتعرفها الناس دول ان هم السبب في انها تخسر بيتها. بعدها بتعتذر لصاحبة المكان وبتقول لها انها في صعوبات في حياتها دلوقتي، وبتسيبها وبتمشي. وبتجهز الشوك والسكاكين مع سارة صاحبتها وجيم جارهم. في الوقت ده بتدور لها سارة على عربية بسعر مناسب، لكنها مش بتلاقي خالص. وفجأة بتشوف اعلان من عيلة غنية جدا يبقوا عايزين يأجروا حبيبة لابنهم اللي عنده 19 سنة. قال ايه مقابل انه يدوا لها عربية غالية جدا بشرط واحد بس، انها تكون في اول او منتصف العشرينات. فبتستغرب مادي وبتسالها اذا كان الموضوع حقيقي ولا لا، لكن جيم صديقهم بيعرفوا من الناس اللي عندهم طيارات خاصه مستعدين يعملوا اي حاجه عشان اولادهم. وساره صديقتها بتسالها عن عمرها لان مادي عدت العشرينات، لكن مادي بتاكد لها انها تعرف تتصرف في النقطه دي. وجيم بيسالها انت هتبيع جسمك ولا ايه عشان فلوس، لكن ساره بتسكته. ومادي بتعرفه انه ملوش حق يتكلم مع اي حد بخصوص جسمه. وبعدها بتاخد الموضوع بجديه، بتفضل تفكر فيه. وكمان بتسال محامي في رايه وبيقول لها مفيش اي مشكله انهم يستغلوا الناس الاغنياء زي ما هم بيستغلونا بالظبط. مادي بتعرفه انها متاكده ان والدتها كانت هتبقى عايزاها تحافظ على البيت اللي هي فيه، لكن جيم صديقها بيعرفها ان الولد مش راضي يدخل معاها في اي علاقه بسبب حالتها المأساويه دي. لكن مراته بتسكته وبتقول له روح انت البحر مالكش دعوه بالكلام الستات. وتاني يوم بتجهز مادي نفسها وبتروح للعنوان اللي مكتوب في الاعلان، وبيستقبلها ليرد واليسون اللي بيكونوا اهل الشاب ده. ولما بتدخل البيت بتطلب اليس منها انها تتكلم عن نفسها وتعرفهم بعمرها، وبيتصدموا جدا لما يعرفوا ان عندها 32 سنه وبيقولوا لها لا روحي روحي. لكن مادي بتقنعهم وبتقول لهم ان البنات الصغيرين اغبياء جدا وان دي حاجه ما تعبهمش، لكنهم اغبياء بحكم السن وتجارب الحياه، وانهم محتاجين لواحده خبره في الدنيا واتفرمت عشان تقدر تتعامل بحكمه مع اي موقف. فبيعجب جدا اهل الشاب بكلامها وبيوافقوا. وبعدها بيعرفوها ان ابنهم اسمه بيرسي وانه حساس جدا وخجول، علشان كده هم مقلقين عليه لانه منطوي ومش بيخرج من اوضته خالص وما عندوش اصدقاء ولا بيعرف بنات، يبقوا خايفين يروح الجامعه وهو كده. وبيقول لها ليرد انهم جربوا كل حاجه معاه عشان يطلع من قوقعته لكنهم فشلوا، وبيعرض عليها ترتبط بابنه مقابل العربيه الجامده فشخلها لتحت. فبتوافق مادي وبتسالهم عن اوضته عشان تفاجئه، لكن ابوه بيمنعها وبيقول لها انه مش موجود دلوقتي وانهم مش عايزين حد يعرف بالاتفاق اللي ما بينهم من اساسه ولا حتى بيرسي نفسه، ده لان ممكن يدمر كل علاقه اللي ما بينهم. واليس بتعرفها ان ابنها متطوع في مأوى الحيوانات وانها ممكن تروح هناك وتتعرف عليه. وبعدها بنشوف بيرسي وهو محبوس في اوضته مش بيعمل اي حاجه غير انه بيلعب بالتليفون. وبعدها بيروح مأوى الحيوانات ده في نفس الوقت اللي مادي بتروح فيه، وبتدخل المكان بحجه انها عايزه تتبنى كلب، وبتطلب من بيرسي انه يساعدها. فبيرتبك جدا لكنه بيوافق ويبدا يفرج على الكلاب الموجوده. وبيقول لها بيرسي انه لازم يسالها مجموعه اسئله كتير عشان يتاكد انها مناسبه، لكن مادي بتحاول انها تلفت انتباهه. وكمان بتعرفه انها مش مرتبطه، فبيسالها اذا كان عندها اطفال، فبتقول له لا وانها لسه صغيره. وبيتوتر بيرسي من طريقه كلامها وبيتحجج كمان انهم يقفلوا المكان، وبيطلب منها انها تيجي تاني يوم. فبتعرفه مادي محتاجه الكلب حالا دلوقتي، فبيرفض بيرسي ده وبيقول لها انها مش مناسبه. لكن مادي بتعرض عليه توصيلها لحد بيتهم ويكملوا كلامهم في الطريق يمكن تقنعه. فبيهرب بيرسي منها لكنها بتجبره، وبيقلق لما بيشوف العربيه بتاعتها وبيعرفها انه هيرجع البيت بالعجله بتاعته. لكن مادي بتاخد العجله منه وبتحطها في شنطه العربيه وبتجبره يركب معاها، وبتفضل تغريه طوال الطريق. وبيخاف بيرسي جدا لما بتمشي في طريق غير بيته، وبيلاقي في العربيه سكاكين وآلات حاده، فبيترعب جدا وبيشك انها تخطفه. وكمان بيبعت رساله لابوه عشان يلحقه، لكن مادي بتاخد منه التليفون قبل ما بيبعتها علشان يركز معاها بس. واول ما بيوصلوا لبيتها بيرسي بيرش عليها فلفل في عينها وبيقول لها ان
انها بتحاول تخطفه، لكن مادي بتعاتبه وبتقول له انه عنده 19 سنه ومش هتقدر تخطف راجل كبير، وانها ما كانتش هتدي له اي معلومه شخصيه عنها لو ناويه تخطفه. فبيصدقها بيرسي وبيرش ميه على عينها عشان تقدر تفتحها، وبعدها بيتاسف لها وبيقول لها انه ما كانش يعرف نيتها. وبيرسي بيسالها اذا ينفع تخرج معاه في موعد غرامي ولا لا، فبتقول له انها تغير هدومها حالا وتنزل له، لكن بيعرض عليها ان يخرجوا في يوم تاني. وبعدها بتقعد مادي مع ساره صاحبتها وبتقول لها ان مش مصدقه ان بيرسي هيروح الجامعه وهو غبي جدا كده، لكن ساره بتقول لها ان كلهم كده علشان اتربوا ببيئه منعزله عن المجتمع. وبعدها بيشوفوا واحده والظاهر كده انهم عارفينها، لكن جيم صديقهم بيقول لها انه مصاحبه واحد كبير في السن لكنه غني جدا، وبيعرض على مادي انها تعمل زيها، لكنها بترفض وبتقول له انها مش هتخسر نفسها. ولما بيجي الليل بتروح الحانه وبتتصدم لما بتشوف بيرسي وهو لابس بدله على شورت، وبيسالها اذا كان قانونه يبقى موجود في المكان هنا ولا لا، وده لانه اصغر من 21 سنه. فبتعرفوا مادي ان مفيش اي مشكله لان صاحبه المكان تبقى صديقتها، لكن بيرسي بيفضل متوتر جدا وبيقول انه يتمنى ان اهله ما يعرفوش هو فين حاليا. فبتفتح مادي معاه الكلام وبتقول له انها حلمت بيه كمان، لكن بيرسي بيحكي لها عن الاحلام المزعجه بتاعته اللي بتكون غريبه جدا. بعدها بيحاول يشرب المشروب اللي هي طلبته لكنه مش بيعرف يشربه بسبب طعمه الوحش. فبتقول له مادي انه هيروح الجامعه وانه ما ينفعش يبقى خايف من كل حاجه. وكمان بتتفاجئ مادي لما بتشوف حبيبها السابق اللي بيظهر في المكان واللي بيظهر عليه انه بيكرهها جدا، ده طبعا بسبب انها هربت منه. وكمان بيقعد معاهم وبيحاول انه يستفزها وبيعرفها انه اتجوز واحده بتحبه بجد مش زيها. فبتتريق مادي عليه لكنها بترتبك ومش بتبقى عايزه بيرسي يخاف منها، لكن الاكس بتاعها بيحذر بيرسي قبل ما بيمشي. وبتقول مادي لبيرسي انه يبقى صاحبها بس وانا ما كانتش بتحبه ولا اي حاجه، لكن بيرسي بيسالها عن السبب اللي خلاها تدخل معاه في علاقه ما فيهاش اي حب خالص. لكن مادي بتقول له انه كان يوم راس السنه وكانت لوحدها وبتتعصب عليه جدا بسبب اسئلته الكتير. وبعدها بيروحوا للشاطئ وكمان بتطلب منه ينزل البحر معاها. بيخاف بيرسي بيقول لها ان ما فيش حد على الشاطئ عشان ينقذهم، وبيخاف اكتر لما بيشوف اليافطه اللي مكتوب عليها ممنوع العنف في البحر. مش فاهم عنف ايه بالظبط، لكن مادي مش بتهتم بكلامه وهي بتقلع هدومها وبتنزل. فبيضطر بيرسي انه ينزل وراها وبعدها بتحاول انها تقرب منه، لكن فجاه بيظهر مجموعه من الشباب سكرانين اللي بيتريقوا عليهم وبيقرروا كمان ان ياخدوا هدومهم ويمشوا. لكن مادي بتطلع من الميه وبتضربهم كلهم وبتاخد الهدوم وبعدها ترجع البحر تاني عادي خالص. وبيخاف بيرسي منها جدا وبيسالها اذا كانت ضربت الشباب فعلا، لكن هي بتعرف انها رجعت الهدوم بس واعتذروا لها ومشي. فبيقول لها انه مش عاجبه اللي حصل ده وان في حاجه غلط فيها، لكن مادي بتنفض الدنيا دي خالص وكمان بتحاول تقرب منه، لكن بيرسي بيرفض وبيقول لها انه مش هيدخل في علاقه مع واحده ما يعرفهاش نهائي. فبتتعصب عليه وبتسيبه وبتمشي. فبيجري بيرسي وراها وبيسال عن تليفونه، لكنها بتنكر ده وبتقول له انه مش معاها، لكن بيرسي بيصر انه ياخده وبيقف قدام العربيه بتاعتها. فبتتحداه وبتشغل العربيه وعايزه تمشي، فبيضطر يمسك في العربيه ويفاجئ بيظهر البوليس. فبتخاف مادي طبعا يسحب رخصتها هي كمان، فبتسرع العربيه جدا وبتنجح انها تعدي السكه قبل ما القطر يدخل. وتقريبا كده بيرسي قطع الخلف عنده، لكنه بيبقى مبسوط جدا من المغامره الجديده عليه دي. وبعدها بيرجع معاها البيت، وبعد ما يتاكدوا ان البوليس خلاص مش وراهم بيقول لها ان بيتها مريح جدا. ومادي بتحاول كمان انها تغريه عشان يدخل معاها في علاقه، لكنها بتفشل وبيحس بيرسي انه عايز يهرش كده. ومادي بتتفاجئ لما بتشوف ظهره وبيقول لها انه بيجي له طفح جلدي لما بيتوتر، فبتدهن له ظهره، لا ظهره بس. وبيرسي بيعرفها انه حاسس بالاحراج منها، فبتطمنه مادي وبتحكي له عن المره اللي لبست فيها لبس اطفال كانت حفله تنكريه وساعتها جالها طفح جلدي بسبب الحفاضه اللي كانت لابساها. فبيتبسط بيرسي وتضحك مادي طبعا لما بتشوف انه مبسوط، وبيقول لها انه ما عندوش حاجه عشان يضحك عليها، وده لانه نادر جدا لما بيخرج من الاوضه بتاعته. لكن مادي بتعرفه انها يحاول تخرج من بيتها وهي عندها 18 سنه لانها كانت بتحلم انها تركب الامواج، لكنها رجعت عن الحلم ده بعد ما ادركت ان كل حاجه هي عايزاها في المدينه بتاعتها الاغنياء بياخدوها، ولان امها مرضت وهي الوحيده اللي كانت بتقعد معاها. فبيحكي لها بيرسي عن نفسه وهو صغير وانه كان ساعات بينام جنب اهله وهم نايمين، وبعدها على طول انتشر خبر في المدرسه وكمان بدا اصحابه يتنمروا عليه، علشان كده قرر يقضي طول الوقت لوحده. لكن المربيه بتاعته كانت ساعات بتقضي معاه الوقت وبيتاسف لها بيرسي على كل اللي حصل وبيطلب منها يخرجوا في ميعاد تاني غرامي. فبتوافق مادي وبيروحوا نادي وبيلعبوا فيه ويبقوا مبسوطين جدا، وبيوريها بيرسي كل الهدايا اللي كسبوها، وكمان قال ايه بيحط مصيده في صباعها علشان يفضلوا مع بعض على طول. فبترتبك مادي من ده وبتطلعها بسرعه جدا، وبيقول لها بيرسي انه شايفها ملكه التخرج. فبتقول له مادي انه ما راحتش الحفله، فبيستغرب بيرسي. فبتحكي له اللي حصل وبتعرفوا ان ابوها ما كانش جنب امها لما تعبت بسبب انه كان متجوز قبل ما يقابل امها، وللاسف هي جت بطريقه غير شرعيه، وعلشان كده ساب لهم البيت وشويه فلوس واختفى من حياتهم للابد. وانها قررت تبعت له رساله يوم تخرجها، لكنه رجع يوم حفله التخرج من غير حتى ما يفتحها. هي زعلت جدا ساعتها وحبست نفسها في الوضع ده وهي بتعيط. فبيتاثر بيرسي وبيطلب منها انه يبوسها، فبتوافق مادي وقتها. وبعدها بيقابلوا المربيه بتاعت بيرسي، لكن مات بتتصدم جدا لما تعرف انه راجل مش ست، اللي بيظهر عليه انه متضايق منها جدا وبيستغل فرصه ان بيرسي مش موجود، وبيسالها عن اللي هي عايزاه منه بالظبط واذا كانت بتستغله عشان الفلوس ولا ايه، وبيهددها انه هيهزقها لو ان هي اذت بيرسي باي حاجه. فبتتريق مادي عليه وبتساله عن اللي هو هيعمله معاها. ولما بترجع للبيت بتقعد مع اصحابها
لاصحابها وبتدي لهم هدايا علشان الطفل ابنهم، وبتستغرب ساره وجوزها منها وبيكذبوا عليها وبيمثلوا انهم الهدايا دي عاجباهم جدا. في الوقت ده حد بيخبط على الباب وبتتفاجئ مادي لما بتلاقي واحد من اللي كانوا معاها في المدرسه، لكنها بتفتكره بصعوبه جدا وبتتعصب عليه جدا لما بتعرف انه عايز يشتري البيت منها، وبتطلب منه يبعد عنها. وبيجهز بيرسي نفسه ويلبس بدله حلوه جدا يا صاحبي بسبب انه هيخرج مع مادي اللي بتجهز هي كمان، وبتلبس فستان جميل جدا وبيربط لها ورده في ايدها، وهي كمان بتحط له ورده في جيب الجاكيت بتاعه. وبتتبسط لما بتعرف انه ساب تليفونه في البيت علشان يفضل طول اليوم بيتكلم معاها. ولما يوصلوا المطعم بتلاحظ مادي البيانو وبتطلب منه يعزف عليه، فبيتكسف بيرسي جدا لكنه بيوافق علشان خاطرها. وبتتاثر مادي لما بتسمعه بيغني، لكنها بتتضايق لما بتقابل واحده زميلته في المدرسه اللي بتتبسط هي كمان لما بتعرف ان بيرسي هيبقى معاها في نفس المكان في الجامعه. وبتتعامل زميله بيرسي مع مادي على انها واحده كبيره في السن، فبتتعصب مادي وبتحاول تبعدها عنه باي طريقه. وبعد ما بتمشي بيقول بيرسي لمادي انه بيفكر يتعلم السواقه وياخد الرخصه علشان يقدر يرجع المدينه ويشوفها كل يوم. فبتتحجج مادي بالكلام وبتقوله ما عندهاش عربيه علشان تروح له، فبيعرفها انها ممكن تركب القطر وده لان المسافه مش طويله. وبيرسي بيزعل جدا من الحجج بتاعتها وبيقول لها انا مش عارف عاوز ايه، لكن مادي بتقول سيبك من الكلام ده كله واستمتع باليوم النهارده. بيرسي بيتضايق وبيعرفها انه عايز يمشي عشان يحضر حفله تخرجه، وبتستغرب مادي من طريقته لكنها بتضطر تدخل معاه الحفله. وبتتوتر جدا من نظرات الطلاب ليها وبتحاول تدور على بيرسي، لكنها بتشوف طلاب بيصوروا وبتطلب منهم انهم يبعدوا عنها. فبيصورها واحد وبيشتمها وبيعكسها واحد تاني، وواحد بيقول لها انه بيحب الستات الكبيره، لكن مادي بتشتمهم وبتتريق عليهم. وطالب بيصورها وكمان بيتهموها بالتنمر عليهم، لكن هي بتسال بعد كده البنات على بيرسي وبتتصدم لما بتعرف انه في اوضه نوم مع واحده، فبتجري علشان تدور عليه وبتلاقيه مع زميلته اللي قابلها من شويه في المطعم، وبتبقى عايزه تمسكها من شعرها وتضربها، لكنها بتقلق على بيرسي لما بتفهم انه واخد حبايه مخدره، فبتدخله الحمام وبتخليه يرجع. في الوقت ده بيدخل صاحب البيت وبيتخانق مع مادي بسبب تنمرها على الاولاد، فهي كمان بتتعصب عليه وبيحاول بيرسي يدافع عنها وبيطلب من والد صاحبه انه يبعد عنها وبيحاول يضربه، لكن الخبطه بتيجي في رقبه مادي فبتتخنق ومش قادره تتنفس. وبعدها ما بيمشوا وبيعرفها بيرسي ان عمره ما كان يقصد انه يأذيها، وبيقول لها كمان انه جاهز يدخل معاها في علاقه دلوقتي، لكن مادي بترفض وبتقول له ما ينفعش يكون سكران او مخدر في اول ليله ليه. فبيتاثر بيرسي بالكلام وبينام على رجليها. وتاني يوم بيعرف اهله انه هيتعلم السواقه، فبيتبسطوا خصوصا لما بيحكي لهم عن صاحبته الجديده وبيحسوا ان ابنهم اتغير فعلا، لكن المفاجاه انهم بيتصدموا لما بيقول لهم ما يتدخلوش في حياته خالص ويسيبوه هو اللي يقرر يعمل ايه وما يعملش ايه. وبيخرج بيرسي علشان يجرب العربيه وبيشغل التسجيل اللي موجود فيها اللي بيظهر انه متصل بتليفون والده وبيسمعه بالصوت وهو بيتكلم مع مادي. وبيتصدم بيرسي لما يعرف خطتهم، فبيقرر يعزم مادي في البيت ويعرفها على اهله. وبتتفاجئ مادي لما بتشوفهم ويفضل بيرسي يتكلم ويحرجها قدام اهله. وبعدها بتجيله مكالمه فبيخرج ويسيبهم ويمشي، ومادي بتسالهم اذا كان عارف بخطتهم ولا لا، فبيقولوا لها لا. وبيخرج بيرسي لصاحبه اللي بيتفق معاه انه ياخدوا العربيه ويكسروها لان العربيه دي مادي هي اللي تاخدها، لكن تكسير العربيه بيبقى صعب لانها عربيه قديمه وغاليه. ولما بيرجع بيرسي للبيت بيدخل اوضته على طول، فبتدخل مادي وراه فبيعرفها ان عربيتها مكسوره في الغابه، وبيتاثر وهو بيعرفها انه كان يتمنى انها تبقى معجبه بيه، وبيسالها اذا كانت علاقتهم حقيقيه ولا لا. فبتتصدم مادي لانه عارف كل حاجه، لكن بتعرفه ان علاقتهم كانت حقيقيه. وبتعرفه كمان ان هي فهمته حاجات عن حياتها محدش غيره عارفها خالص، وانها اضطرت تعمل كده عشان تنقذ بيتها من الخراب. فبيحزن بيرسي وبيطلب انها تمشي، وبيعرفها كمان انه هيسافر باريس وهيروح يتفسح ويجي ويلاقيها هي في نفس المكان في المدينه هنا، لكن مادي بتقول له انه غني ويقدر يعمل اللي هو عايزه، لكن هي ما عندهاش اب غني زي ابوه. بيرسي بيتعصب عليها وبيقول لها ان عندها اب وانها دافنه نفسها في البيت اللي هي فيه علشان مستنيه هو يجي لها، لكن بيرجع ويعتذر لها. فبتزعل مادي من كلامه وبتسيبه وبتمشي، وبعدها بتكتئب جدا وبتفضل تعيط. وبتتفاجئ لما بتلاقي العربيه بره البيت، فبترفضها مادي بسبب انها بتبقى متكسره ومبهدله جدا، لكن اللي بيوصلها بيرفض يرجعها وبيسيبها وبيمشي. وبيتخانق بيرسي مع اهله وبيعرفهم انه مش هتدخلوا في حياته تاني، وانه هيغير كمان الرقم السري بتاع تليفونه، وده لان اللي بيعملوه مش بيساعد وانهم لازم يسيبوه هو اللي ينجح ويفشل بنفسه. فبيوافق اهله، وبتقرر مادي انها تسوق العربيه وهي مكسوره بحالتها وبتشتغل عليها، وكمان بتنجح انها تجمع المبلغ اللي هترجع بيه بيتها. وبتحتفل بالحدث ده مع ساره وجيم صديق، لكنها بتتصدم لما بتعرف انهم هيسيبوها وهيروحوا مدينه تانيه بسبب انهم مش هينفع يعيشوا مع اهل جيم بعد ما يخلفوا. وبترتبك ساره وبتقول لمادي انها مستغربه ان هي تفضل في المكان هنا، لكن مادي بتقول لها انا رجعت البيت زي ما وعدت امها. وكمان بتقول لها ساره ان امها كانت عايزاها تبقى سعيده وانها مش باين عليها السعاده خالص. تاني يوم بتقرر مادي انها تحرق الجواب اللي بعتته لوالدها، وبعدها بتبيع البيت وبتفضل تدور على بيرسي لحد ما بتعرف انه في حفله في بيت حد من اصحابه. فبتروح له مادي وبتحاول تتكلم معاه لكنه مش بيرضى يسمعها، فبتقعد على العربيه بتاعته زي ما عمل معاها قبل كده، وبتقول له كمان مش هتنزل غير لما يكلمها. فبيرفض بيرسي وبيسوق العربيه لكنه مش بيبقى شايف قدامه. وفجاه بيجي نور في وش بيرسي، وبيرسي بيكون سايق بسرعه
بسرعه جدا وبيدخل في البحر وبيخاف على مادي وبيطلعها من الميه بسرعه، فبتعتذر له وبتحضنه وبعدها بيتكلموا مع بعض، وكمان بتقول له ممكن يقول اي حاجه هو عايزها لاصحابه في الجامعه، لكن بيرسي بيعرفها انه ما عندوش اي اصحاب، فبتبص له مادي وبتقول له انهم اصحاب، فبيتبسط بيرسي بكده وبيعرف انهم هيرجعوا في عيد الشغل، وكمان بيتفاجئ لما يعرف ان مادي باعت بيتها وهتسافر وبيقول لها انهم هيبقوا كويسين، فبتطمن مادي وبتنام على كتفه، وبعدها بتفاجئ ساره وبتعرفها انها تبيع البيت ليها بدل الشركه دي، فبترفض ساره وبتقول لها انه مش هتقدر تدفع فلوسه كلها، لكن مادي بتعرفها انه هيبقى ليها سعر قليل طبعا جدا وعلى فترات طويله، وبيقتنع جيم وكمان بيقول لها ان هو ده اللي كانوا عايزينه، فبتفرح ساره وبتوافق، وبيجهز بيرسي شنطته عشان رايح الجامعه، وبتحاول والدته تساعده لكن زوجها بيرفض كده وبيطلب منها تسيبه يتصرف لوحده، ولما بيخرج بيرسي من البيت بيلاقي مادي مستنيه علشان توصله المطار، وبيتفاجئ كمان لما بيعرف انها اتبنت الكلب اللي كان في المأوى، وبعدها بتساله اذا كان جاهز المغادره ولا لا، فبيقول لها انه مستعد لرحله جديده في حياته، وبيسالها اذا كانت هي مستعده ولا لا، فبتاكد له ان هي كمان مستعده، ويلا بيهم وينطلقوا، وبكده نكون وصلنا لنهايه فيلمنا النهارده. لو عجبك الفيلم دوس لايك وسبسكرايب، وطبعا سمعني رايك في الكومنتات، احنا تعبنا فيه اول فيلم ده يا زميلي. احب اشوفك في الملخصات الجايه. سلام.